أهلا بيكم. حلقة السمنة والحمل. نزلنا الشارع وسألنا الناس يا ترى السمنة ممكن تضر الحمل؟ وناس كتير جدا أقروا إنه دي مشكلة كبيرة، لكن برضو كان في معلومات غلط بتتقال، زي مثلا إن الحامل ممكن تعمل دايت وتخس. علشان كده النهاردة إحنا بنستضيف الدكتورة منار مبارس، أخصائي التغذية العلاجية والرضاعة الطبيعية والغدد الصماء. الحقيقة تريبل مش عادي هيخلي الكلام معاكي في الحلقة دي مش عادي. احكي لي يا دكتورة منار، في رأيك ايه اكتر المفاهيم الغلط في علاقة السمنة والحمل؟ طيب، هو يعني ما فيش حد ممكن نسأله ويقول على السمنة دلوقتي حاجة صحية أو حاجة كويسة أو عايزين نحافظ عليه، ده أكيد. الشارع بس هي المشكلة اللي بتحصل مع الحمل في السيدات إن هي الحمل بيبقى مرحلة كده هي بتبدأ تلتفت لنفسها ولصحتها لما تلاقي نفسها حامل على غير العادة. بالظبط. وضع استثنائي كده من السيلف كير. فجأة أنا خدت بالي إيه ده أنا لازم أخد بالي من صحتي، فتكتشف إن إيه ده أنا عندي سمنة، إيه ده أنا السمنة بنعتبرها هاي ريسك بريجننسي، يعني حمل عالي الخطورة. ففي ليفلز معينة ومراحل معينة من السمنة والوزن بتشكل فعلا خطورة على الحمل نفسه، على استمراريته، على الأوتكمز بتاعته، نتائجه، على قدرتها إنها تولد طبيعي أو قيصري. قصص طويلة كده وتفاصيل كتيرة بتتعب دكاترة النساء قوي في الموضوع ده. ففجأة بتفكر إيه ده، طب ما ألحق أخس. ايوه، وهي حامل. المشكله انها بتفكر في الموضوع ده وهي حامل. ده بيبقى يعني شويه متاخر، يعني المفروض متاخر جدا. والحقيقه اللي بحب جدا جدا الامهات لما تعمله انها تبدا تسال السؤال ده وهي تستعد للحمل او تستعد اصلا للزواج. يعني ايوه، خلاص تستعد للخطوبه. يعني الله ينور عليك عشان نلحق. بالظبط. انا جسمي معايا من زمان، فانا اخد بالي منه، لان انا عارفه انا داخل على مرحله معينه، فابدا استعد من بدري. لكن بعد ما الحمل بيحصل انا ما ينفعش افقد وزن، ما ينفعش اخس في الحمل، ما ينفعش استهدف ان ده يحصل. مش حاجه اسمها تخسيس اثناء الحمل. بالظبط كده. الاسباب كتيره جدا، اولها ان الجسم اصلا في حاله بناء، فانا ما ينفعش احوله لان هو يحرق او يبقى في حاله هدم. الحاجه الثانيه ان المغامرات بتاعه فقدان الوزن ممكن تشكل خطوره على الحمل نفسه وعلى صحه الجنين. لنا الاخطار بقى على الام وعلى الطفل. خلينا نتخيل كده ان انا اولا انا بعمل حاجه اسمها كالوري ديفيسيت، يعني انا بقلل السعرات الحراريه اللي الام محتاجاها علشان تخس. الام اصلا في الحمل بتحتاج سعرات حراريه اكتر علشان توجه الغذاء ده للجنين. الحاجه الثانيه، انا لو فكرت احرق الدهون مخازن لحاجات كتير ما بنحبهاش، فاحنا بنرمي بقى ده كله في الدم، رايح لمين؟ للبيبي. صباح الخير. فمحدش بيحب كده خالص. اصلا فقدان الوزن في الحمل علامه من علامات الخطر، ودايما بيحصل في الشهور الاولانيه مع حاجه بنسميها امسس او هايبر امسس، ان هي القيء المستعصي. الام مش قادره اصلا تدخل اكل، دي حاجه بتقلقنا جدا وبتخلينا نحط الام تحت الملاحظه. وفي المقابل بقى السمنه اخطارها ايه برضو على الام وعلى الطفل، والاسوأ منها بقى اللي ما اتعالجتش قبل الحمل، او الزياده المفرطه في الحمل. ده أيوة. بقى اللي نبدا نخلي بالنا منه، ان انا ازيد في الحمل الزياده غير محسوبه. الزيادات في الحمل، الزياده المقبوله للوزن السيده في الحمل محكومه بالوزن اللي هي دخلت بيه الحمل اصلا. فلو انا دخلت في وزن قليل او طبيعي، فانا مقبول ان انا ازيد عدد كيلوات اكتر شويه. لو انا دخلت وانا اصلا في سمنه، فانا ببقى عايز اثبت قدر الامكان، ولما ازيد الوزن مقبول. معادلات كده وشويه ارقام. الواحد بيسمع ارقام عجيبه، 40 كيلو. لا في ارقام مرعبه بتحصل في الحمل فعلا. شويتين ثلاثه. ومنشأها بيبقى انت حامل كلي براحتك، انت بتاكلي الاثنين. مظبوط. ولدي وبعدين نبقى يحلها الحلال. خليني اقول لك بقى موضوع بتاكلي الاثنين ده برضو، لانه يعني ميسكونسبشن شائع قوي. احنا ال3 شهور الاولين انت مش محتاجه تزودي حاجه عن سعراتك الحراريه كبني ادم عادي. ده اول 3 شهور. تاني 3 شهور انت محتاجه تزودي حاجه بتاع 300 500 ماكسيمم قوي 400 سناك يعني. بالظبط. الله ينور عليكي. يعني انا دايما بقول لها يعني نص ساندوتش، يعني حاجه كده. وبعدين في ال3 شهور الاخيره بنزود بقى 400 اراوند 400 وشويه. فكلها ارقام بسيطه، كلام فاضي، فمش مضروب في 2 ولا حاجه. انت محتاجه تاخدي سعراتك الاساسيه وشويه حاجات زياده. اللي بنهتم بيه قوي في الحمل بقى من حيث التغذيه بجد ممنوعات الحمل. أيوة. لان ممنوعات الحمل ما فيهاش هزار، فيها زعل. وفي حاجات ساعات بنحطها في باكج واحده، شورت ليست كده بالممنوعات. ببساطه شديده كل الحاجات اللي مش مستويه كويس، اي حاجه نيه، اللحوم، الاسماك، السوشي، الحاجات البيض الني اللي جوه المايونيز، الجبنه القريش لانها مش لبن مبستر، الجبنه الريكفورد او البلو تشيز لانها برضو مش لبن مبستر. الحاجات المستخبيه دي وهي مش ويل كوكت، ده يعني زعل، لان لو فيها انفكشن معينه بكتيريا معينه خلاص يعني البيبي هيبقى في ريسك كبير جدا. ده يخليني اعرف منك علشان ندفر ال3 تخصصات الجمال بتوعك، اللي هو الحقيقه يعني اكسبيرينس نادره الوجود. ربنا ينفع بيكي الناس يا رب. ايه اشهر اخطاء انت بتقابليها وقت الحمل وكمان بعد الولاده للام والطفل؟ مش هسيب انك انت بتاعه رضاعه طبيعيه. ماشي. اسوأ حاجه ممكن تحصل في تغذيه الام وهي حامل او هي بترضع انها تمشي على اكستريم دايت، بمعنى ان انا احاول اعمل لو كارب او كيتو. من اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الحمل. يعني ممنوع. الله ينور عليك. يعني للاسف بتحصل وبيجولي بمضاعفاتها. يعني انا بيجيلي بقى مش بقى اثناء الحمل، بيجيلي بعد الولاده البيبي بيشتكي والام بتشتكي.
البيبي ما فيش لبن، يعني احنا فعلا فلو ويت جين حقيقي عند الطفل، نموه متاثر، واللبن فعلا قليل، مش بيتهيأ لنا ولا صعوبات رضاعه ولا كلام من ده. تيجي تدوري بقى وتديك ديبر ورا الموضوع، تلاقي تاريخ، تلاقي الام بدات دايت اول ما ولدت. فاللي هو انا ما صدقت ولدت، يعني خلاص احنا عدينا من مرحله الحمل، ما بنخسش في الحمل، تمام قوي، يلا بقى نصلح كل اللي انا ولدت النهارده عايزه ارجع نفس وزني بتاع الجواز، بس خلاص كده التيكس تايم. في حين ان الطبيعي ان الجسم يحصل معاه ان انا باخد 6 شهور على ما ارجع لوزني الاولاني. ايوه طمني الناس بقى، 6 شهور الله يا ينور جماعه، عليك. انا بعد شهر شهرين ايه ده انت لسه ما خستيش. انا بقول لها ده مش وزنك الحقيقي اصلا، يعني ده انت لسه ما رجعتيش لوزنك الحقيقي. انت بعد الولاده باسبوعين ولا حاجه بننزل دروب كبير بتاع الميه والمشيمه ووزن البيبي، بالمناسبه ما بيحصلش في يوم، لان برضو الامهات بتقف على الميزان تاني يوم، ده بياخد له اسبوعين. ايوه ده يورينا ان في هسس، يعني واحده والده وربنا بعت لها بيبي تسيب كل ده وتقوم تقف على الميزان تاني يوم، في هسس. الموضوع واخد ابعاد مبالغ نفسية. فيها، ابعاد نفسيه وبيخلينا نعمل حاجات غلط بزياده. مظبوط. فتحاول تخش في اكستريم دايت، فنلاقي مفيش لبن، نلاقي البيبي اللي خس، البيبي اللي عمل دايت، مش هي بس اللي عملت دايت. وطبعا ان البيبي ما ياخدش احتياجاته في المرحله دي، مرحله تكوين مخ، نمو معارف، جريمه ممكن ندفع ثمنها العمر كله. وفي جولدن ويندوز في نمو الاطفال احنا ممكن نفقدها في ده. والحقيقه بقى ان المشكله ان ساعات اللبن بقى بيتقمص، يعني ما اعرفش ارجعه تاني بسهوله، يزعل ما يجيش، أيوة يروح ما يجيش. فبتبقى فعلا يعني لقطه صعبه لما الام تبقى عايزه تفقد وزن بسرعه اول ما قمت من الحمل. نورتيني يا دكتوره منار، ومعلومات جميله فعلا، محتاجه الميكس الفريد اللي عندك. وقولي لي اللي ما يعرفش يقول ايه، بالعكس. بالعكس.